في سابقة هي الأولى من نوعها، طالب معلق قنوات بي إن سبورتس حفيظ دراجي بلده الجزائر بالانسحاب من كأس أفريقيا 2025، وذلك قد جاء بعد تصريحات أدلى بها رئيس الجامعة المغربية فوزي لقجة. فما الذي قاله رئيس الجامعة المغربية ليغضب حفيظ دراجي ويطالب بهذا الطلب الغريب؟ ولكن قبل الشرح فضلا وليس أمرا، نرجو الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة دعما لنا. بعد التصريحات التي أدلى بها رئيس الجامعة المغربية لكرة القدم أمام مجلس نواب البرلمان المغربي، حيث لمح باقتراب المغرب من تنظيم كان 2025، وهو الشيء الذي أثار استياء الإعلام الجزائري حفيظ دراجي، حيث قال عبر برنامج خاص به عبر يوتيوب: كنا نعرف قبل أشهر بأن المغرب سينظم نهائيات كأس إفريقيا 2025، ولكن الجديد هو أنه لأول مرة في تاريخ كرة القدم الإفريقية يعلن رئيس اتحاد أن بلده ستنظم بطولة قارية قبل الإعلان الرسمي. أطالب الاتحاد الجزائري بالانسحاب من تنظيم كأس إفريقيا 2025، مما يضع الاتحاد الإفريقي والاتحاد المغربي في موقف حرج بسبب عدم احترام المنافسة، وذلك من خلال الإعلان عن الأمر قبل الأوان. شارك معنا رأيك في التعليقات. ما رأيك فيما قاله حفيظ دراجي؟ وهل يستحق الأمر فعلا انسحاب دولة الجزائر؟ لا تنسوا الاشتراك في القناة فضلا